صباح الخير. النجاح هو حالة ذهنية، فإذا أردت النجاح ابدأ بتخيل نفسك إنسان ناجح. طبعا الكلمة جميلة ومحفزة وكل حاجة، بس لو في حد بيركز شوية كده يقول حالة ذهنية. ايه حالة ذهنية دي؟ في علم النفس في حاجة اسمها التصورات الذهنية أو الصورة الذهنية. الصورة الذهنية دي ببساطة جدا، وانت عطشان بتتصور نفسك انك انت هتروح تملك كوباية وهتشرب، فالعملية بتتم بنجاح ببساطة. وانت جعان بيبقى في صورة ذهنية في مخك انك انت هتفتح التلاجة هتطلع اكل وهتاكل، عشان كده بيتم العملية بمنتهى البساطة. اي هدف كبير نفسك توصله، لو ما سبقتوش حالة ذهنية توافق الهدف ده عمرها ما هتحصل. وده السبب والسر ورا فشل اي هدف انت نفسك تعمله، ان الصورة الذهنية عنه في خيالك فيها معيقات، فيها مبررات ان ما يحصلش، فيها حاجات تتسبب في ان صورتك الذهنية عنه متكونة مشوهة، فبالتالي الهدف ما بيحصلش. طيب الحل، اي حاجة عايز توصل لها اقعد حط لها صورة ذهنية في مخك وشوف نفسك فيها، شوف نفسك وانت في الهدف ده، شوف نفسك في الصورة دي. واحد مثلا وزنه 150 كيلو، لو مفيش صورة ذهنية لشكل جسم معين هو عايز يوصله، وكل الصور الذهنية اللي موجودة عن الشيء ده في ذهنه مرتبطة بالسمنة مش بالوزن اللي هو عايز يوصله، عمره ما هيوصل. اعمل ريجيمات للصبح، اتبع أنظمة حمية للصبح، روح لدكاترة للصبح، اعمل كل شيء، كل ده في الآخر هيديك النتيجة اللي هي مرسومة في مخك. والآية بتقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد ده اللي هو اليوم اللي هتوصل فيه للهدف. انظر جوه خيالك وجوه ذهنك صورة الهدف، حطها وخليها هي اول ما بتيجي سيرة الشيء هي دي الصورة اللي بتنط في مخك على طول هيحصل. اما اكون انا نفسي في حاجة وفي صورة تانية مخالفة ليها في ذهني، انا كده بحبط نفسي بنفسي وبضيع نفسي بنفسي. الصورة او الحالة الذهنية للنجاح في شيء هي اللي انت متخيله عنها جوه عقلك. ابدأ تخيل نفسك ناجح في الشيء وشوف نفسك وانت بتعمل الشيء ده، خلاص كده انت وصلت. مرة على مرة على مرة خلاص انت برمجت مخك ان الشيء ده موجود في خيالك. وطبعا المشاعر المرتبطة بالشيء ده في خيالك مع الصورة الذهنية مهم، صورة ذهنية ومشاعر جيدة، مش مثلا صورة ذهنية وشعور هو انا هقدر اوصل، هو انا هقدر مش عارف ايه، لا ده انا خايف. لا طبعا المشاعر تبقى كأنك حققته، انت مطمئن، انت مؤمن بالشيء، فبالتالي بيتحقق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.